يا صباح الخير والسعادة والأمطار الجميلة والرزق يا رب للجميع. اللهم اجعله غيثا نافعا. شايفين بقى شكل المطر الصبح كده وجماله. بلاش بقى نبص تحت ونشوف هو عامل فيا ايه في الفرندا عندي مبهدل لي الدنيا غرقت ما شاء الله ما شاء الله على اللي انا هشوفه النهارده. سيبكوا بقى من الجو ده واللي عامله فينا وتعالوا كده نقول صباح الخير ونشوف هنعمل إيه أكل حلوة النهارده. تدفينا في الجو ده. دورت كده في الفريزر لقيت عندي كده نص بطاية حتة بطاية كده باقية تخيلوا من رمضان والله كنت ناسيها خالص. قلت لها تعالي بقى ده يومك النهاردة وهنعمل أكلة جدتي اللي كانت دايما توصيني بيها في الشتاء، وأحلى أكلة أكلتها من إيديها وما شفتش حد بيعملها زيها. أنا عارفة إن انتوا بتعملوها بطريقة مختلفة خالص، ولكن هي بتطبخ الطبخة دي ومسمياها كده اسم مشهور على طريقتها هي. بس بجد هتعجبكم جدًا، جدًا لو جربتوها، وقولوا لي لو بتعملوا نفس الوصفة بنفس الطريقة عندكم بتسموها إيه. وتابعوا الفيديو للآخر وشوفوا وصفة جدتي للشتا. أكلة مِيَّة، مِيَّة بصراحة علاج للشتا وعلاج للبرد ده. جبت كده حتة البطة اللي عندي وبدأت كده ببصلاية كده ضربتها في الكبة وحطيت عليها شوية من ورق اللورا المطحون، شوية فلفل أسود، شوية ملح، ممكن رشة خفيفة كمان من الجنزبيل. وهابدأ بقى أدعك البصلة بتاعتي كده كلها في بعضها عشان تدّيني ريحة حلوة وتدّيني طعم حلو للبطة. يعني تقريبًا دي زي المرتة الدمياطي اللي إحنا بنعملها للبط على البارد، في ناس بتعملها على السخن بس أنا باحب المرتة اللي هي على البارد بالشكل ده. بتدّي للبط طعم حلو أوي. طبعًا ممكن لو إحنا عندنا بطاية كاملة نعمل بقى كمية كبيرة ونحشي البطاية كده من جوّه ونحط بقى معاها شوية زبيب وبتبقى حكاية. برضه لو ما فيش عندِك بقى بطاية كاملة وهتعملي حتّة بطاية كده صغيّرة، فإيه تقدري تعملي برضه زي ما أنا عملت كده، فتّحي بين الجلد وبين اللحم، وعشان نقدر ندخّل بقى الخلطة دي جواها عشان اللحم يتشرّب من الطعم الحلو اللي إحنا هنضيفه. بابدأ آخُد بقى البصل بتاعي وأحشي بين الجلد وبين اللحم كده علشان الصدر يتشرّب معايا من طعم المُرتة الحلو الجميل ده. وبرضه آخُد بقى الباقي وأدعك بيه كده جسم البطة من برّه ومن جوّه بالشكل ده من ناحية العضم، علشان تدّي لها بقى الريحة والطعم الجميل أوي اللي هنشوفه بعد كده. بجد الطريقة دي بتخلّي البَط حلو أوي. أنا هنا كده بافصل الرقبة عشان تخلّي الصدر معايا كده صريح وحلو ويبقى معايا في التقطيع كويس بعد ما تستوي. تمام. بابدأ بس أفتح فتحات كده في الصدر، لإن الصدر عندي بسم الله ما شاء الله يعني أنتم متخيلين دي ربع بطة يعني معدية الكيلو ونص لحمة، يعني كان ما شاء الله دكر بط محترم يعني. ف فطبعًا ما عنديش حد بياكل والولاد الصغيرين يعني ربنا يهديهم. جيل الأيام دي ما لوش في الحاجات دي خالص، يعني أنا باقسّم البطة كده على قدّي أنا وزوجي يعني. والولاد بياكلوا أي حاجة، أنتم متخيلين ممكن ياكلوا مثلًا سندوتشات بطاطس ولا إنهم ياكلوا بَط وحاجات من دي. قعدت البطة بتاعتي كده في التلاجة تريّح شوية وتاخد بقى من الريحة كده والطعم الحلو اللي عليها. وجيت كده في الحلة بتاعتي حطيت 3، 4 فصوص حبهان على ورقتين لورا على حتة صغيرة كده قرفة. شوحت حتة البطة بتاعتي بقى في البهارات ديّة وغطيت عليها كده دقيقتين. وبعدين قلبتها بامسكها بإيديّا لإن هي طالعة من التلاجة ساقعة وما لحقتش تسخن أوي. حطيت عليها كده طماطماية معصورة. أساسي، أساسي، أساسي عندنا إحنا بقى في دمياط في طبيخ البط إن إحنا نحط طماطم كده على البطاية، بتشيل منها الزفارة خالص وبتدّي لون حلو للشوربة وتخلّي الشوربة دهبي كده وشكلها حلو، وبتخلّي الدنيا معانا زي الفل. طبعًا كنت مسخّنة مَيّة بقى على جنب، لإن لو حطيت مَيّة من الحنفية البطة دي إن شاء الله تستوي بعد بُكرة يعني. فالجو فعلًا برد والمَيّة نازلة من الحنفية متلّجة. وعامةً، عامةً الطيور باحب أحط لها مَيّة سخنة علشان ما تتزفّرش، يعني عشان تيجي معايا بسرعة. شايفين المَيّة جات معايا بسرعة وطلّعت بقى الريم بقى اللي في البطة وكل العكارة دي تشيليها بقى من على وش الشوربة عشان تبقى معاكِ الشوربة بتاعتِك رايقة وجميلة. تمام. البطة بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله مطلّعة بقى البهاريز بتاعتها على وش الشوربة ولون الشوربة حلو أوي وطالعة تحفة. باسيبها بقى باقلب بقى باخلّي الوش بتاع الصدر لتحت عشان يستوي معايا حلو وتطلع معايا تمام. بعد ما الشوربة عندي بدأت بقى تتسبِّك كده وتاخد وتدّي مع بعضها، لازم عندي الشوربة تكون تقريبًا بقت جاهزة. بابدأ كده في حلة على النار باجيب بصلاية كده محترمة
طبعًا مكلفة اليومين دُولة، ولكن هي الأكلة كده بقى. بصلاية كده محترمة، كان أيامهم البصل ببلاش، أنا أفتكر كان ال7 ب10 يا بصل. النهارده يعني لو رُحتِ ب200 جنيه تقولي للراجل هات لي 7 كيلو بصل عشان خاطري، هيقول لِك امشي يا أبلة. حصلت معايا والله يعني. المهم حطينا بصلاية كده لمّا دبلت، لقيت حطيت عليها طماطماية، حبيت أمشي على الوصفة بس ما عادش حاجة زي زمان يا جماعة. الطماطم مش طماطم، زعلانة مننا، لونها مش أحمر خالص، فحطيت لها معلقة صلصة، فعشان تدّيني اللون الوردي الحلو اللي أنتم شايفينه ده، عايزة أوصل للون اللي أنا متعودة عليه لمّا باعمل الوصفة دي. سبِّكت الطماطماية مع البصلاية كده مع رشة ملح وفلفل بس. كنت غاسلة نُص كوباية كده من الرز ونقعاها شوية على جنب، نزلت بيها كده على البصل مع الطماطم اللي اتسبِّكت معايا مع رشة الملح والفلفل. هي الوصفة دي شوفوها كده وشوفوا الطريقة، وصدقوني والله العظيم أكلة لذيذة، 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 عمري ما كلتها عند حد غير جدتي. ماما بس كمان هي بتعملها منها، يعني هي عرفت الطريقة منها وبتعملها لنا، لكن عمري ما شُفت حد بيطبخها غير جدتي يعني بالطريقة دي. بعد كده بابدأ بقى الشوربة عندي بقت زي الفل، بابدأ آخد بقى شوربة وأسوّي فيها الرز بتاعنا اللي إحنا حاطينه، مش بمقدار معيّن، يعني حُطّي زي ما تحُطّي، يعني إيه، حُطّي كده زي ما أنتِ عايزة. بعد كده في الكَبّة باجيب 3، 4 معالق كده من الدقيق، تمام، وأحُط عليهم رشّة خفيفة كده من الخميرة، يعني نُص معلقة، ربع معلقة صغيّرة من الخميرة الفورية على الدقيق، أحُط رشّة ملح، رشّة فلفل على الدقيق بتاعنا، وهاحط كوباية كبيرة من الحليب، هاضربهم بقى في الكبة، أو ممكن تعملي طبعًا الخطوة دي على إيدِك، بس أنا باعمل كده في الكبة أضمن علشان ما يبقاش عندي في الدقيق أي تكتلات خالص. باركن بقى الخليط بتاعنا ده على جنب شوية في الدفا بتاع البوتاجاز كده، بحيث إن هو إيه، الخميرة تتفاعل شوية مع الدقيق وتشيل ريحة الدقيق الني، تمام. عندي بقى الرز بدأ يدخل في السِوَى، وبدأ يتشرب الشوربة، زوّدت تاني شوربة. إحنا كده مش بنشرب شوربة البط، يعني بتبقى تقيلة كده وما بنشربهاش، فيا إما بنعمل بيها محشي، يا إما نعمل بيها كشك، فالنهارده هنعمل بيها الكشك، فباخدها كده أسوّي بيها الرز. عارفين الرز بلبن؟ عايزين نوصل لدرجة التسوية بتاعة الرز بلبن، الرز عندي يدوب خالص في الشوربة، وطبعًا ضبّطت الملح والدنيا تمام. شايفين الرز عندي بدأ يلِف أهو، وزي ما قُلت لكم شبه تسوية الرز بلبن، أهي الرُزاية دايبة خالص، دايبة، دايبة دوب أهي، بتدوب في إيديّا، والخلطة عندي بتلِف، أبدأ بقى إيه، إيد بتقلِّب وإيد بتنزّل سرسوب كده. الخطوة دي مهمة، مهمة، مهمة عشان ما تفصلش منكم وتبوظ الأكلة. إيد بتقلِّب وإيد بتنزّل سرسوب، سرسوب، وقلِّبي بسرعة، 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 وهدّي النار بتاعتِك، وسيبي بقى الخليط ده يستوي على نار هادية، بس إيدِك فيه، رايحة جاية، ما تبعديش عنه بقى، يعني في المرحلة دي خلاص ما تبعديش بقى، واقعدي بقى سوّي الخليط بتاعِك ده. وبُصّي بقى لو عندِك بقى بنوتة كده يعني عودها فرنساوي وعايزة توظوظيها شوية عليكِ بالوصفة دي، بجد خطيرة، بجد، بجد حلو، طعمها حلو أصلًا، وبتشجّع على الأكل. عارفين طعم الرز بلبن بس على كشك؟ ما تعرفوش، هي خلطة غريبة بس طعمها حلو، حلو، حلو. لونها كده بيبقى دهبي كده شوية زي ما أنتم شايفين، وريحتها تجنن، وشكلها حلو أوي وطعمها كمان أحلى. بنقعد بقى نسوّي فيها، وفي الآخر بنعمل لها حتّة طشّة محترمة زي طشّة الملوخية كده بالثوم والكزبرة الناشفة، وبعدين تبدئي تغرفيها. طيب أنا دلوقتي أضبط الدقيق بتاعها إزاي، أو أتأكد إن هي استوت إزاي والدنيا تمام؟ لو أنتِ لقيتِ الدقيق بتاع اللي أنتِ حاطاه خفيف، مش عايزة تلِف معاكِ زي المهلبية، هتسيبيها على النار شوية، سوّي فيها شوية، ما عدتيش تزوّدي دقيق. وإن لقيتيها تقيلة، تقلت منِّك، زوّدي شوية شوربة، الموضوع في إيديكِ يعني. هنا بقى البطة بتاعتي استوت وطلّعت الصدر خليته، شِلت الحتّة بتاعة الجناح كده بسم الله ما شاء الله شبه الدبوسة يعني، والصدر بسم الله ما شاء الله كان محمّل جدًا لحم، قطّعته كده شرايح وحمّرته كده في السمنة. وشايفين الكشك بقى لمّا بِرِد، بقى زي الرز بلبن أو زي المهلبية،
ناعم جدًا بيدوب في البُق وطعمه حلو جدًا، وطشة التومة دي بقى وشوية تومة كده على الوش، في ناس بيحمّروا له بصل، بس أنا ما باحبش البصل أوي على الأكل لإنه باحس إنه يعني بينفُخ، وكمان كفاية أوي سعر البصل الأيام دي ما يشجّعش. ده شكل الطبق بتاعنا النهارده، ودي كانت وصفة جدتي اللي دايمًا، دايمًا لازم أعملها في كل شتا، الله يرحمها وينوّر قبرها. وشكرًا، شكرًا لو تابعتوا الفيديو لحد هنا، ما تنسوش طبعًا تشتركوا في قناتي المتواضعة، وتشوفوا وصفاتنا اللي فاتت ووصفاتنا اللي جاية، واشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله، سلام.